طيب مش هقدر انسى جزء من تخصص حضرتك الاعلام. احنا قدام المظلوميه بتتجلى باشكال، مره بالشاره اللي الناس ممكن تنسى مين عملها وايه معناها، تنسى ان اردوغان اللي عملها. دلوقتي يعني دي على فكره اول حركه محليه تشيل شعار دولي اجنبي. يا ريت دولي، احنا ممكن نشيل شعار دولي، شعار من الامم المتحده مثلا، من منظمه مش عارف اليونسكو او منظمه السلام، لكن ده زعيم دوله اجنبيه بيبعت لي انا شعار يبقى هو شعار الرئيسي بالظبط. وهذا امر يجب ان يعيدوا التفكير فيه، لانه خطير بصراحه. وانا بستغرب انه في ناس يعني محترمه ويعني ومتعلمه وبتمشي ترفع شعار، هم لا يجدون التفكير. لا جايبوا واحد زعيم دولة أجنبية. خليني بس قبل ما الوقت يروح، أنا مهتمة شوية إنك تفك بعيدا عن الاستشعار بالحرج فكرة صناعة الصورة. صناعة الصورة في مشهد القفص امبارح، البلتاجي اللي فاقد واحد من أبنائه بيبتسم وسعيد ويتهلل ويرفع شارة أجنبية وكلهم مبتهجين وبصحة جيدة وبيدبوا يعني على الأرض، والصورة اللي تم الترويج ليها بقفص بنات 7 الصبح، لانه لما المحامي بتاعهم يرفض انه يترافع، لما هم يرفضوا يدافعوا عن نفسهم، فطبيعي القاضي هياخد ببند القانون اقصى العقوبه. انا قدامي ناس يعني مش عايزه هي تدافع عن نفسها، انا هدافع عنها، ما ينفعش. صناعه الصوره اللي بتدعم فكره المظلوميه في مشهد القفص بتاع البلتاجي وصفوت حجازي والاخرين، ومشهد 7 الصبح.